وقال على رأي المثل: يا مأمنة للرجال يا مأمنة للمية في الغربال. تعالوا ندخل في القصة على طول ونشوف حكاية مدام سعاد. مدام سعاد كل يوم وجوزها نايم تسحب منه الموبايل وتفتشه حتة حتة، وتدخل على شات الواتساب وتقلب، وتفتح في شات وتقلب وتقلب، وتزعل وتتضايق إنها مش لاقية حاجة خالص على الموبايل، لأنها عندها معتقد قديم إن الرجالة ملهمش أمان، وإن أكيد الراجل ده وراه سر ومخبي حاجة. وجوزها كل شوية يتضايق ويقول لها ما يصحش كده يا سعاد، لحد ما بجد زهق إنها طول الوقت مخوناه ومش واثقة فيه. لا جوز سعاد كان مبسوط من تصرفاتها ولا سعاد كانت عايشة مرتاحة. وتعالي أقولك حاجة تريحك يا سعاد: الشك عمره ما كان حماية، واللي عايز يعمل حاجة بيعملها، واللي بيخون وعده مع ربنا، مش بيخونك انت ولا حاجة. بس لو هو بريء انت بتخلقي نار بتحرق وبتاكل حاجات حلوة كتيرة قوي في حياتكم. لو فضلتي تعاملي جوزك انه مجرم لحد ما يثبت براءته، هتعيش انت وهو تحت ضغط ملوش دليل ولا نهاية. اللي عايز يخون هيخون مهما فتشتي، بس اللي عاوز يعيش محتاج يحس انه متصدق ويبقى في بينكم ثقة. وقوليلي بصراحة يا سعاد، فتشتي كام مرة ورا جوزك وانت عايشة مرتاحة بالطريقة دي ولا لأ؟